السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سنة 2008 في ولاية كولورادو الأمريكية، وبالتحديد في قرية صغيرة اسمها وودلاند بارك، الشاب اللي قدامنا ده واللي عمره 18 سنة راح وقال لأخته أنا خارج وراجع بعد شوية، استنوني على العشاء. لكن للأسف إن الشاب ده بعد ما خرج من البيت اختفى وكأنه فص ملح وداب، وبعد 7 سنين رجع ظهر من تاني. بس المرعب إنه لما ظهر كان موميا. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. حكايتنا بتبدأ في يوم 9 مارس سنة 1990 في قرية أمريكية صغيرة اسمها وودلاند بارك. في اليوم ده اتولد الطفل جوش، وكان ترتيبه التاني في عيلة مادوكس مكونة من 6 أفراد، الأب والأم و4 أطفال، وهم بالترتيب زكاري وجوش وكيت وروس. جوش عاش مع والده ووالدته أول 3 سنين من حياته، وبعد كده الأب والأم انفصلوا، وراح جوش هو وإخواته وعاشوا مع والدهم في بيت جدهم. وبالرغم من إن جوش كان متعلق جدا بوالدته، إلا إنه مع مرور الوقت تأقلم على الوضع وعاش طفولته بشكل طبيعي جدا مع إخواته. جوش لما بقى عنده 5 سنين بدأ يتعلم العزف على الجيتار، وكان بيعشق الموسيقى بشكل عام، وقضى شبابه كله في العزف وتأليف النوت الموسيقية، لدرجة إن كل اللي حواليه كانوا بيقولوا إنه هيكون فنان مشهور في يوم من الأيام. وتعدي السنين وجوش دخل المدرسة الثانوية، وكان محبوب من الكل، شاب جميل ومهذب ولطيف مع كل الناس. يعني نعرف من كده إن جوش طفولته ومرحلة شبابه كانوا كويسين جدا. لكن اللي حصل في يوم 1 يونيو سنة 2006 ما كانش حد أبدا يتوقعه. في اليوم ده الأب بيدخل غرفة ابنه الكبير زكاري، واللي كان عنده وقتها 18 سنة، واتصدم لما لقاه شانق نفسه. وطبعا الموضوع عمل صدمة كبيرة للعيلة كلها، بس كان تفسيرهم الوحيد في اللي حصل ده هو إن زكاري كان دخل في حالة اكتئاب قبلها بحوالي 3 سنين. ده غير إنه كان شخص انطوائي وعلى طول منعزل، وده خلاه يعاني من مشاكل نفسية، وأكيد ده السبب في إنه يعمل في نفسه كده. وعلى الرغم من إن موت زكاري كان أمر صعب ومؤلم للعيلة كلها، إلا إنهم قدروا يتجاوزوا الموضوع وكملوا حياتهم بشكل طبيعي. وبعدها بحوالي سنتين، وتحديدا في يوم 8 مايو سنة 2008، جوش في اليوم ده دخل على أخته كيت وهي بتحضر العشاء، وسألها لو محتاجة حاجة يجيبها لها وهو راجع. قالت له أنت راجع إمتى؟ قال لها هرجع على ميعاد العشاء، استنوني واوعوا تاكلوا من غيري. وبعدها جوش خرج من البيت، وتعدي ساعة واتنين وتلاتة وجوش لسه مرجعش. وبعد ما رجع والده البيت، كيت قالت له إن جوش مرجعش لحد دلوقتي وهي قلقانة عليه. لكن الأب حاول يهدي بنته ويقول لها إن الغايب حجته معاه، أكيد راح هنا ولا هنا وزمانه راجع ما تقلقيش. لكن بعد ما عدى يوم والتاني والتالت وجوش مرجعش، الأب راح بلغ الشرطة، وبدأت عمليات البحث عن جوش في كل مكان تقريبا. وبعد 6 شهور من البحث مستمر عن جوش، النتيجة في الآخر كانت ولا حاجة، وتقريبا كده جوش فص ملح وداب. الشرطة لما رجعت لمذكرات جوش والكلام اللي قالته أخته كيت في التحقيقات، الكل اتأكد إن جوش موجود في ولاية نيو مكسيكو علشان يحقق حلمه في الموسيقى. وكمان جوش بعد وفاة أخوه زكاري قرب أكتر من أخته كيت، وكان على طول بيحكي لها خططه في المستقبل، وإنه ناوي يروح ولاية نيو مكسيكو لأن هناك أكيد فرصته في الموسيقى هتكون أكبر وأفضل، وإنه بكده أكيد راح لهناك واشتغل مع فرقة موسيقية. وبما إنه لسه مغرور، فأكيد برضه اشتغل مع فرقة موسيقية مغمورة، ولسه ما جاش الوقت إنه يظهر للعلن. وفضلت الأسرة عايشة على الأمل ده والفترات طويلة. وبعد 7 سنين، وتحديدا سنة 2015، جوش ظهر فعلا. بس في الحقيقة إن كل التوقعات اللي كانت قبل كده كلها غلط في غلط، لأن جوش ظهر في مكان مش ممكن يجي في عقل أي بشر. بس قبل ما نعرف جوش ظهر فين، خلونا نرجع بالزمن لسنة 1960 في نفس المكان وودلاند بارك. في الوقت ده كان في رجل أعمال اسمه تشاك مورفي اشترى بيت صغير كده موجود في أطراف الغابة القريبة من وودلاند بارك. وبعد ما اشترى البيت قرر إنه هيحوله لمطعم، وفعلا بدأ المشروع وكان في البداية مربح جدا. بس مع مرور الوقت وبسبب انشغال تشاك بأعماله الخاصة كرجل أعمال، اتحول المكان من مطعم عادي لوكر بيشربوا فيه مخدرات وبتتم فيه أعمال مشبوهة وغير أخلاقية. وكانت الشرطة كل فترة
بتروح المكان وتقبض على كل الموجودين. واستمر الحال على كده لحد سنة 1998. وفي الوقت ده قرر تشاك إنه هيقفل المطعم، وأخوه اللي كان بيدير المطعم سكن فيه وحوله بعد كده البيت، وفضل عايش فيه لحد سنة 2005، ومن بعدها هجر، وبقى البيت فاضي ومهجور تقريبا لحد سنة 2015 لما تشاك قرر إنه يهد البيت ويحوله لفندق. وفعلا بدأت عمليات الهد والترميم، وكل حاجة كانت ماشية تمام. لكن في يوم 7/8 سنة 2015، وفي وقت الظهر تقريبا، واحد من العمال راح علشان يهد المدخنة الموجودة في الصالة الرئيسية للبيت، وفعلا بدأ في عملية الهد. بس بعد فترة لاحظ إن نور الشمس ما دخلش من المدخنة، وده معناه إن في حاجة حاجبة نور الشمس. العامل دخل راسه وبص لفوق، إلا إنه ما قدرش يشوف أي حاجة، فجاب كشاف وراح يشوف من تاني. بس المرة دي بمجرد ما دخل راسه ونور بالكشاف، صرخ وجرى على زمايله وقال لهم إن في زومبي موجود في المدخنة. زمايله جريوا معاه علشان يشوفوا زومبي إيه اللي موجود في المدخنة، وفعلا لقوا شخص موجود في المدخنة وكأنه بيبص لهم. بس بعد ما ركزوا اكتشفوا إنها جثة قديمة ومتحللة ومتعلقة في نص المدخنة. العمال على طول بلغوا الشرطة وبدأت التحقيقات، وبعد وقت بسيط الشرطة صرحت بإن الجثة اللي لقوها في المدخنة تبقى الجوش المختفي من 7 سنين. الشرطة بعدها اتصلوا بأهله وبلغوهم باللي لقوه، وطبعا الصدمة كانت كبيرة جدا. 7 سنين وهم مستنيين ابنهم يرجع وهو فنان مشهور، ولكن في النهاية رجع لهم بس وهو موميا. بعد فحص الجثة والبيت المهجور وكمان الأدلة اللي الشرطة لقتها، كل المؤشرات دي كانت بتأكد إن جوش مستحيل يكون مات بطريقة عادية، لأن أول حاجة لاحظوها إن جوش جوه المدخنة كان متكور وواخد وضعية الجنين، بمعنى إن راسه كانت لتحت ورجليه لفوق. وده طبعا عكس المنطق تماما، لأن الطبيعي إن أي حد هيفكر يدخل من المدخنة على البيت أول حاجة هيعملها إنه هينزل برجليه مش براسه. لكن بالنسبة للوضع المتكور اللي كان عليه ده، فالمحققين فسروه بإن جوش لما دخل المدخنة ما كانش متوقع إنه هيتعلق جواه، ومع دخول الليل وانخفاض درجة الحرارة اللي بتوصل لسالب 7، اتكور على الحال ده علشان يحاول يدفي نفسه، لكنه في النهاية اتجمد ومات من البرد. بس لو فكرنا في التحليل ده فهنلاقيه إنه مش منطقي، لأن إزاي واحد هياخد الوضعية دي وراسه لتحت ورجليه لفوق؟ وكمان لما تم فحص الجثة ملقوش عليها أي آثار كدمات أو جروح أو كسور، وكمان ملقوش أي آثار لمواد مخدرة، بمعنى إن جوش كان واعي كويس وعارف هو بيعمل إيه. علشان يبقى السؤال هنا، إيه اللي يخلي إنسان عاقل يدخل المدخنة بالطريقة دي ويتعلق فيها بالشكل ده؟ بس الأغرب من كل ده هو إن جوش ما حاولش يدخل البيت من المدخنة، وده لأنهم لقوا بنطلونه وحذائه وقميصه متطبقين ومحطوطين جنب المدخنة بس جوه البيت. يعني جوش دخل البيت وغير لبسه، وبعد كده دخل المدخنة بالوضعية الغريبة دي، وقف على ايديه ودخل راسه الأول وبعد كده رجليه وطلع المدخنة. سيناريو صعب ومستحيل أي عقل يصدقه. بس لو فاكرين إن دي أغرب حاجة، أقول لكم إن الأغرب لسه في اللي هتسمعوه. الشرطة لما فحصت المدخنة وبعدها حققوا مع تشاك صاحب البيت، عرفوا منه إن المدخنة كانت مقفولة من فوق بقضبان حديد. ولما سألوا تشاك هي القضبان دي من إمتى، قال لهم من وقت ما كان فاتح المطعم. وكمان المدخنة كانت مسدودة من تحت بلوح خشبي. كسروا العامل اللي كان بيهد المدخنة، واكتشفوا إن اللوح الخشب ده كان عامله أخو تشاك من سنة 2000 تقريبا. يعني المدخنة كانت مسدودة من الناحيتين، ومفيش لا مدخل من فوق ولا من تحت. طب يبقى إزاي جوش وصل للمكان ده؟ الله أعلم. قصة جوش بعدها بقت على كل لسان، واتشهرت القضية وما كانش حد أبدا متخيلها، لدرجة إن كل شوية واحد بقى بيتصل بالشرطة ويقول لهم أنا اللي قتلت جوش. وطبعا كلها كانت ادعاءات كذب في كذب، والغرض منها الشهرة مش أكتر. لكن كان من ضمن الادعاءات دي واحد اسمه أندرو نيمان، سجين في السجن المركزي لولاية نيو مكسيكو. أندرو التهمة كانت لابساه أولا لأنه سوابق ومحكوم عليه بالسجن لمدة 20 سنة، لأنه سرق وقتل شاب قعيد هو وأبوه. وتاني حاجة لأن في الشهور الأخيرة قبل اختفاء جوش في ناس شافوهم هما الاتنين مع بعض. ده غير منشور كان كاتبه على موقع التواصل ريدت، وقال فيه إنه اتعرف على شخص في المدرسة الثانوية وكان عاشق للموسيقى وللقراية، وإن هما الاتنين جمعهم حب العزف على الجيتار، واتفقوا إنهم يعملوا فرقة سوا.
لكن فجأة الشاب ده اختفى، وغالبا سافر لنيو مكسيكو من غير ما يقوله. وطبعا كل ده كان دليل قاطع على إن أندرو كان يعرف جوش كويس. بس السؤال هنا هو ليه يقتل صديقه؟ أقول لكم إنه في الحقيقة لا قتله ولا أي حاجة، ولكن كل الموضوع إن أندرو كان غرضه الشهرة مش أكتر، وإنه كده كده مسجون، يعني مش هيخسر حاجة. وكمان الشرطة عرفت إنه سافر لجوش في نيو مكسيكو، لكن لما ملقاهوش حاول يشتغل مع أي فرقة كعازف جيتار، لكن لما فشل في ده رجع تاني لمهنته الأساسية وهي السرقة، واتحكم عليه بعدها ب20 سنة. قصة جوش ما كانش فيه أي جواب منطقي ليها، ولا حد قدر يعرف إيه اللي حصل وإزاي جوش وصل بالوضعية دي للمدخنة. ولكن وقتها الكل صدق بإن جوش أكيد كان بيمارس طقوس شيطانية، وإن الأرواح الشريرة هي اللي أمرته إنه يدخل المدخنة بالوضعية دي. لكن طبعا القصة دي مفيش عيل صغير يصدقها، لأن إزاي هيشيل اللوح الخشبي ويدخل المدخنة وبعد كده يقفل على نفسه؟ وكمان ليه يفضل موجود في المدخنة لحد ما يموت؟ كلها أسئلة ملهاش إجابات. بس لو ركزنا في اللي حصل مع جوش كويس هنلاقي إن في أكتر من تحليل وفيهم منطق، أكتر بكتير من فكرة الطقوس والأرواح الشريرة. أول حاجة إن تشاك صاحب البيت في التحقيقات قال إنه عمل قضبان حديد في المدخنة وسدها من فوق، بس ما يعرفش حاجة عن اللوح الخشبي اللي موجود واللي سادد المدخنة من تحت. وبعدها غير أقواله وقال إنه عارف باللوح الخشبي ده وإن اللي عمله هو أخوه لما كان عايش في البيت. تضارب الأقوال ده بيأكد إن تشاك من مصلحته إن القضية تتقفل على كده، وإن النتيجة تفضل بإن جوش مات بسبب انخفاض درجة حرارة جسمه بعد ما اتعلق في المدخنة ومعرفش يخرج منها. وطبعا كل ده علشان تشاك رجل أعمال معروف، والقضية طول ما هي مفتوحة ده أكيد هيضره وهيفضل محل اتهام. أما التحليل التاني فهو إن في مجموعة من المشردين كانوا متعودين يسهروا في البيت وهو مهجور ويشربوا فيه مخدرات، وإن بعد اختفاء جوش بأيام بسيطة واحد من المشردين دول حكى البائع في القرية إنهم حبسوا شاب جوه البيت المهجور، وإنه تقريبا كده الشاب ده مات لأن المكان اللي محبوس فيه مستحيل يعرف يخرج منه. وللأسف البائع ده ما أخدش كلام المشرد باهتمام، وكمان محدش قدر يعرف هوية المشرد ده. وفي الآخر التقرير خرج بإن جوش توفى بسبب انخفاض درجة الحرارة في جسمه، بس ما قدرش حد يعرف لحد دلوقتي إزاي اتعلق في المدخنة وعلى الوضعية دي. وفضلت قصة جوش لغز كبير ما قدرش أبدا حد يحله، وللأسف ضاعت الحقيقة وبقى جوش هو الضحية الوحيدة في القضية دي. وفي النهاية لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا أول بأول. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة في حفظ الله ورعايته.